لو انت بعيد عن ابوك وامك اسمع الكلام ده. كان في بيت فيه اتنين دايما شالوا عنك كتير، فرحوا وسهروا وتعبوا وكل ده من اجلك، وكل فرحتهم كانت بتيجي لما يلاقوك سعيد. كل خطوة انت مشيتها كان سند ليك، وكل دمعة كانت بتنزل منك كانت ايديهم هي اللي بتمسح عينيك. ولما كنت بتبقى تعبان كانت دعوتهم بتبقى سابقة ليك. لكن الدنيا خدتنا والمشاغل لهتنا، والزيارات قلت والكلمة الحلوة بقت نادرة، واللي كانوا بيستنوا منك انتوا عاملين ايه في الفترة اللي انا ما كنتش معاكم فيها بقى بيسمعوا منك كلمة مشغول او معلش ما عنديش وقت. ونسينا احنا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. مش بس ده امر من ربنا، ده قضاء وفرض زي الصلاة والصوم. بس صدقني لما الوقت يفوت ويفضل بس صورهم وريحتهم في هدومهم القديمة، تتمنى يوم واحد بس يجوا يقعدوا معاك وتسمع بس صوتهم. رسالتي ليك من الفيديو دون، لو لسه ابوك وامك موجودين ده نعمة اهم من اي حاجة في الدنيا. لو بعيد قرب، ولو زعلان صالح، ولو مشغول حدد لهم وقت. رضاهم عنك مش بس كلمة، ده طريق للجنة. ما تخليش كلمة يا ريتني كنت رحت تفضل على لسانك. قرب وروح واطمن قبل فوات الأوان. أنا عمر عيد، سلام.